تعرف ان في شركات ما بتصرفش ملايين على اعلانات وبرغم من كده عملائها هم اللي بيدوروا عليها وبيكلموها؟ طب ازاي الكلام ده؟ السر في الانباوند ماركتنج. الانباوند ماركتنج ببساطه هو انك بتقدم محتوى مفيد للعميل يخليه يثق فيك ويجي لك هو بنفسه، بدل ما تطارده باعلانات بتخليه يختارك لانه شايفك المرجع او المصدر اللي بيديه المعلومات. خلينا اديك مثال. شركه بروبرتي فايندر في الامارات بدل ما يصرفوا ملايين على اعلانات مدفوعه لبيع الشقق بداوا يعملوا محتوى تعليمي، مقالات عن افضل اماكن للسكن، نصايح استثمار عقاري، فيديوهات بتوضح للعميل ازاي يختار بيت يناسبه، وهكذا. النتيجه الناس لما بتفكر تدور على بيت كانوا بيروحوا على طول على موقعه لان هم متعودين يلاقوا عندهم معلومات موثوقه ومفيده. اللي حصل هنا ان الشركه ما بقاش دورها مجرد سمسار عقارات، بقت مستشار موثوق، وده عمل فرق كبير في ولاء العملاء وزود المبيعات بشكل ملحوظ. العميل مش بيدور على اعلان، العميل بيدور على حل لمشكلته او حد يرشده ياخد القرار الصحيح في الشراء. وكل ما انت بتقدم له قيمه وحلول ونصايح قبل ما يشتري كل ما احتماليه انه يشتري منك تزيد بشكل ضخم. لو عايز عملائك يجوا لحد عندك بدل ما تفضل تجري وراهم، احنا في كاتاليست بنقدر نبني معاك استراتيجيه انباوند ماركتنج تخلي شركتك هي الاختيار الاول لعملائك.